هل أنتم مستعدون للتحقيق؟ طبعا طبعا أكيد، لو بكرة احنا جاهزين، ما عندناش أدنى مشكلة. البعض يقول المسؤولية على الاتحاد المصري لكرة القدم، المسؤولية على النادي المصري، أنه لم يبلغ بأن المباراة حساسة وأنه يعني لابد من تأمينها، والبعض يقول المسؤولية على الأمن أنه تخاذل في احتواء الموقف. لا الأمن، النادي المصري مش مسؤول إنه يقول إن المباراة مهمة الحقوني، لا خالص. هو أصلا مباراة المصري والأهلي في بورسعيد من غير ما مش محتاجة إيه جدل، محتاجة مباراة مهمة، مباراة جماهيرية، مباراة كلها مشاكل مش سهلة وإدارتها مش سهلة. والناس كلها عارفة كده. يعني هو الناس هيقول لك إيه، بيقولوا إيه؟ يقول لك أصل مش زي يتلعب مباراة الساعة 5 ومباراة الساعة 7، مباراة كبيرة الأهلي والمصري والزمالك والإسماعيلي. طب دي هناك في بورسعيد والتانية هنا في مصر، مختلفة خالص يعني. هناك يعني بعض الأحداث التي سبقت هذه المباراة وأنتم على علم بها، أحداث المحلة سبق المباراة أيضا بعض الأحداث للسطو المسلح على بعض البنوك من قبل بعض البلطجية. يعني لماذا لم تقومون بتأجيل هذه المباراة، إيقاف الدوري المصري لفترة؟ احنا عملنا ده، احنا ماتش المحلة ده نقلنا 4 مباريات للمحلة بدون جمهور. انت عارف المحلة كانت بتلعب فين؟ في كفر الشيخ بدون جمهور، مش في بقى تروح فين اللي هيلاعبها يروح كفر الشيخ بدون جمهور، يعني بقى في معزل. ما فيش اقصى من كده جزء انك بتعود تلعب في وسط جماهيرك في المحله، النهارده بتلعب في المحل في بلد تانية في كفر الشيخ بدون جمهورك وبدون جمهور التاني طبعا يعني. لماذا تأخرت الاستقالة إلى ما بعد الإقالة من قبل مجلس الوزراء؟ الإقالة جت في ثانية انما الاستقالة بتاخد وقت. لماذا لم تتقدموا بالاستقالة وأنتم تعلمون أن هناك يعني حالة من الغليان داخل الشارع المصري؟ الجمعة، وكان الجمعة والخميس والجمعة اللي فاتوا بس، والنهارده أول يوم شغل. ما فيش مشكلة خالص، احنا متظبطين يعني. طيب ماذا عن مستقبل كرة القدم المصرية، كيف تراه؟ أنا شايف إن هو ربنا فلنستفيد مما حدث من قبل يعني. مصر، لأن لازم يبقى في ناس بتدير بسرعة، وتدير بسرعة يعني إيه يعني لازم يبقى في ناس. المجلس ده الاتحاد هيقعد من غير ناس 3 شهور. يعني من غير ناس؟ يعني مدير التنفيذي هو اللي هيدير، واخد بالك؟ ما فيش ناس بتوع، يعني ما فيش مجلس خالص. فهو ده اللي هيدير معاه ناس من الاتحاد، طبعا مختلفة خالص، غير ان هتبقى القرارات صعبة وهتبقى التنفيذ صعب وما فيش حاجة سهلة. وقلت لك في احتكاكات كتيرة ما بين اولمبياد لندن والاستعداد وسفر وتجهيز، وفي احتكاك برنامج بعد اسبوع ما بين 2013 كاس افريقيا، 2014 تصفيات كاس عالم. كل ده جاي في وقت صعب جدا جدا جدا. أما في تبعات مأساة بورسعيد، تعرضت إحدى المحال التجارية الكبيرة في مدينة بورسعيد للتحطيم من قبل ما يزيد عن 5000 شخص. وبحسب مراسل الجزيرة الرياضية فإن صاحب المحل ويدعى جمال عمر هو رجل أعمال كان على علاقة وطيدة بالرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال، وكان أحد المتهمين الذين تم القبض عليهم ليلة أمس في أحداث الشغب في بورسعيد، وقد أدلى بشهادته أمام التحقيق، ومؤكدا أن جمال عمر وآخرين هم من يقف وراء ما حدث في مباراة المصري البورسعيدي والأهلي. ومواكبة لتداعيات الحدث في بورسعيد ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل الجزيرة الرياضية جمال هليل. جمال، التحقيق في الحادثة المأساوية التي مرت على الكرة المصرية ما زال يفصح يوما بعد يوم عن ملابسات ربما من شأنها أن توضح بعض الغموض. اليوم هناك لجنة شكلت من قبل النيابة العامة تواجدت في ملعب بورسعيد لاستكمال التحقيق والوقوف على مسرح الجريمة إن صح التعبير. جمال، فما الجديد الذي اكتشف من قبل هذه اللجنة؟ نعم، لجنة من النيابة العامة توجهت منذ لحظات إلى استاد النادي المصري وبدأت التحقيق الفعلي وسرد كل الأخطاء الكثيرة المتواجدة في المدرجات وفي الأبواب. واكتشفت أن هناك أحد الأبواب تم لحامه وإغلاقه إغلاقا تاما،
حتى لا يمكن للجماهير أن تخرج منه، وهو كان من أهم الأسباب التي أدت للكارثة، لأن الجمهور الأحمر أو جمهور النادي الأهلي عندما حاول الخروج بعد المباراة اكتشف أن هذا الباب مغلق، وتوجه إليه البلطجية الذين حاولوا قتل أو بعض جماهير النادي الأهلي، وهذا ما حدث. ولذلك هناك نصف القتلى من بورسعيد ومن أبناء النادي المصري، وهذا ما يغضب جماهير النادي المصري التي تطالب بالثأر وتطالب بكشف المسؤولين. ولذلك توجهوا اليوم إلى المحل الخاص بمن يدعى جمال عمر، وتم الاعتداء على هذا المحل، ولكن تبين أنه هو سبب من دفع البلطجية إلى الاعتداء على جماهير النادي المصري وعلى جماهير النادي الأهلي. عموما لجنة التحقيق التي توجهت اليوم سجلت الكثير من النقاط واصطحبت معها مدير النادي المصري وإلى النيابة، وما زال هناك حتى الآن ليتم التحقيق معه. وكل جماهير النادي المصري تطالب بالكشف عن هؤلاء الذين اعتدوا وتسببوا في إثارة المشاكل وفي قتل هؤلاء الجماهير، وبما لم يحدث من جماهير النادي المصري، وهي بريئة تماما كما يقول كل جمهور النادي المصري. نعم جمال هليل، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات والتفاصيل. وفي تطور آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له تقدم مجلس إدارته باستقالة جماعية، كما ألغى الاتحاد المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده اليوم لتوضيح بعض المستجدات. كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري قد أقال مجلس إدارة الاتحاد قبل يومين على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدها ملعب مدينة بورسعيد. وترددت أنباء عن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تدخل الحكومة المصرية في إقالة اتحاد الكرة، وأعلن مساندته له. لكن جاءت الاستقالة الجماعية للاتحاد المصري لكرة القدم لتزيل أي خلاف محتمل بين الفيفا والحكومة المصرية. هذه النشرة ما زالت متواصلة معكم من قناة الجزيرة الرياضية الإخبارية.